واحد البلاد ما كتحملنا ما كتقبلنا، كيسبونا كيعيرونا، ما خلاو ما قالوا فينا. انا بالنسبه ليا وما نسيبورتيهمش وما كاينش خوا. انا كنهضر معاك في واقع اللي عايشينو كنشوفوا بعويناتنا. الجزائريين ما كيحملوناش نقطه سدات معدن. انا ما كنحملهمش، هما ما يحملونيش وبغيتيني انا نحملهم. اذا يا اخواني يا اخواتي، كيف ما عودناكم اليوم عندنا فيديوهات اخرين اللي دايرين ترند في مواقع التواصل الاجتماعي. حاولت انني نوصلها لكم باش تكونوا على بال شنو واقع حاليا في الترند المغربي، وفوق من هذا الشيء نقدروا نديروا عليهم تعليق. اخواني اخواتي، كنتمنى انكم تتبعوا معايا. اذا اخواني اخواتي، الصحفي الرياضي عادل العماري كيخرج بهذا التصريح اللي بطبيعه الحال جل المغاربه غادي يتفقوا معاه. انا ما فهمتش هذا القرع اشنو ما عجبوش في هذا التصريح. فبطبيعه الحال الانسان اللي ما كيحملنيش انا ما عندي ما ندير به، خصوصا داك النوع اللي كيتسنى الفرصه فاش غادي نقد عليه. هذه صراحه انا وجهه النظر ديالي، وجهه النظر ديال بزاف ديال المغاربه اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو. نكملوا يا اخواني التصريح اللي دوا عليه عادل العماري اخر خرجه اعلاميه والبرنامج اللي كينشر. واش تم مزنزل ولا الناس ما كيحملوناش؟ كيكرهوا المغرب سالينا. اعلام ديالهم راه هما هذوك اعلاميين راه جزائريه، راه كيعطيو المواطن ديالهم راه كتخرج. وهذاك النهار ماركاو علينا مالي تهزوا في القهاوي، يركبوا في الطياره، يركبوا في الطياره قبل في المطار يركبوا يبداو عليك بالسبان والمعيو. اخواني اخواتي، الدليل هو بعض التصريحات اللي كانت ديال المواطنين الجزائريين. كيف ما شفتوا داك خونا اللي قال لهم غيدخل عليهم خاوه ومن بعد دير فيهم ما بغيتي. بطبيعه الحال هذا التصريح شافوه بزاف ديال الناس، فهذه هي العقليه ديال الجزائر، الغدر والقوالب واخر ما كاين في تشلابيت. انا بغيت نشوف الوجوه ديال دوك المغاربه اللي غادي يعاودوا يمشيو يرجعوا الجزائريين للديار ديالهم، ونشوفوا الوجه الحقيقي ديالهم. ونتمنى انكم تخرجوا تقولوا نفس الكلام اللي كتقولوا دابا. نكملوا اخوان. اكون على يقين لا بلوبار ديال هذوك الناس عندهم فلاضيين ديالهم ما كيحملوش المغاربه. انا ما كنحملهم اكثر، كنقولها انا علنا. ما لا انت ولا اي واحد غيبدل لي القناعه اللي عندي على هذوك الناس. هذوك الناس قناعه راسخه في قلبي وفي عقلي. ما كاينش خوا معاهم، سالينا صافي سدات ماذا فضيحه. نعاود نذكر اخواني اخواتي بلي المغاربه بلاد الكرم، والناس ديالها الله يعمرها دار، وهذا الشيء مشهود عليه عالميا. ولكن هاد الناس راه ماشي ديال هاد المعامله. هاد الناس كيتسناو الفرصه باش انهم يضربوكم، تعطيه ظهرك ما يعقلش عليك. ونتمنى انكم تفيقوا اخواني اخواتي. انا شفت بزاف ديال الفيديوهات صادمه ليهم ديال هادوك اللي باقيين تما في الجزائر وما قدروش يشريو لي تيكي ويجيو للمغرب. واش ما لاحظتوش بلي هادوك اللي في المغرب ما كيهضروش، بينما اللي في الجزائر فهما واخدين راحتهم في السبان. وافقوا معنا اخواني اخواتي، تبعوا. من العيار الثقيل ستاف ديال الجزائر من بعد ما الكاف لقاو بزاف ديال الكور ناقصين، رجعوا الكاميرات ولقاو باللي الكور شكون اللي كيسرقوهم بالنسبه لكم نتوما ستاف ديال الجزائر. شوها من العيار الثقيل، مهزله كره القدم الجزائريه ومهزله للشعب الجزائري اللي فيه شي فيس فيه، اللي فيه شي مصيبه كحله فيه. اذا اخواني اخواتي، كيف ما كتشوفوا واش هذا شعب دير فيه الثقه؟ دابا كيف ما كتشوفوا الوفد الجزائري اشنو ممكن يشفر من معدات في واحد الملعب كبير. الحاجه الوحيده اللي ممكن يشفرها واللي غادي تبان لنا هي كره. يعني اخواني اخواتي، باش توصل بهم الوقاحه انهم يطمعوا في كره، فما خفيه كان اعظم. وكيف ما قلت لكم وسبق لي الاشاره في الاول ديال الفيديو، فهاد الناس ما يمكنش اننا نثقوا فيهم. فهاد الشوهه ديالهم العالميه ديال الكره اللي طمعوا فيها، اللي ما عمري انا في حياتي شفت هاد الشيء. تفرجنا في كره حتى عيينا باش نشوفوا وفد جزائري ومسؤولين جزائريين كيطمعوا في كره ديال القدم، راح شوم. كملوا اخواني اخواتي باش تشوفوا الانحطاط ديال هاد الشعب. سؤال، هل مع الاحترام الكبير وانا بقول الكلام ده بكل صراحه، هل ما فيش غيره؟ هل الناس ما بتبصش تقول ان دوله بتمتلك نفس الامكانيات ودوله شبيهه او دوله قريبه جدا مننا ان هي تقدر ان هي تنجح هذه النجاحات؟ يبقى مش زي لما المسؤولين بيصدروا لنا ان النجاح في كره القدم ومساواه الكبار مستحيل. مساواة الكبار مش مستحيل، والمغرب اثبتت كده، اثبتت ان انت لو اشتغلت صح هتجني ثمار الشغل بتاعك. فاتمنى ان زي ما انت بتقول يا هشام ان كلنا نبص للمغرب. المغرب بكل صراحة فضحت جميع المسؤولين عن كرة القدم في كل الدول العربية.
طبيعة الحال إخواني أخواتي ما لينا إلا نشيدو بالحكامة السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله وبالتسيير العالمي للمنشآت ديال الدولة. فسبحان الله إخواني أخواتي ففي ظرف وجيز كنتعداو معظم الدول الإفريقية، وهذا إنجاز ماشي ساهل وماشي هين إخواني أخواتي. وخاصنا بطبيعة الحال نفتخروا بأننا مغاربة فاش يبداو يهضروا علينا بحال هكا نجوم مصريين سابقين. هذا دولي سابق مصري كيعترف بأن البنية التحتية المغربية أصبحت تضاهي البنية التحتية الأوروبية، ونقدروا نقولوها بصريح العبارة. إخواني نكملوا نسمعوا التصريح. ممكن يكون كلام قاسي بعض الشيء وكلام يعني دايما المسؤولين بيحاولوا يقولوا لنا احنا عمرنا لو لعبنا. هذه حقيقة، دي حقيقة، دي حقيقة. ما تزعل يعني المغرب يتصدر في افريقيا وفي العالم العربي وفي العالم ثالث العالم يعني وفي الفئات العمرية. صح. يعني هذا واقع. إخواني أخواتي بعبارة أخرى العرب اللي كانوا متربصين إخواني أخواتي بالمغرب وكيتسناو أي هفوة منه فراه كانت صدمة كاملة بالنسبة لهم، حيت راه بزاف داكشي ما كيدخلش للعقل. الأولمبياد المركز الثالث، كأس العالم المركز الرابع، كأس العالم للشباب المركز الأول، وهذا الشيء كامل إخواني أخواتي تقريبا نقدروا نقولوا في سنتين ولا 3 سنوات. فهاد الشيء محال غادي يعاود يحلم به شي شعب عربي باش يعيشوا وحنا كنعيشوا ثوره تاريخيه كره القدم والرياضه الافريقيه إخواني ماشي غير المغربيه. فتحيه تقدير واجلال للمسيرين والصاهرين على هذا الانجاز. نكملوا إخوان. اليوم في قناه فرنسيه كيتكلموا على هذه اللقطه هذه بالخصوص ديال هذا الجزائري اللي سرق كره اليوم في الماتش ديال الجزائر وغينيا الاستوائيه. كورة مشات للمدرجات عند الجمهور ما رجعوهاش وسرقها على المباشر والكاميرات شادين. شوفوا بارطاجي. اقوى اقتصاد في العالم والقوة الضاربة كيسرقوا الكواري في المغرب. راه حشومه إخواني أخواتي، ولكن راه منا كتشوف الوفد المسيرين ديالهم المستوى المتدني ديالهم راه كتقول شي حاجة عادية متوقعة من هذا الشعب. باش طير كورة إخواني ويطمعوا فيها كورة إخواني اللي دايرة 200 درهم، لكم أن تتخيلوا بغض النظر على أن الدينار طايح للحاضر و200 درهم ربما عندهم وما تماشي 100,000 ريال ولا عفوا 100,000 دينار، فمساكن نخليهم ياخذوا الكرة ربما ما عندهمش تما. ولكن باش يجي بدا يقول لك ثاني الاقتصاد الاول عالميا وكتشوف الشعب ديالك كيشفى الكرة، فهنا كاين النقاش. انا اللي ما فهمتوش كيفاش انت في ملعب يعني كاينه كاميرات كاينه الناس كيشوفوا وصار الكره بهذه الطريقه هذه، وزائد هذا الشيء كامل جا عنده واحد كيقول له رجع الكره ومع ذلك ما بغاش يرجعها، ويجي واحد يقول لك حنا هو اقوى اقتصاد في افريقيا وحنا كما قال عمي تبول حنا الدوله الوحيده. الحاجه الوحيده اللي نبرروا بها هذا الفعل هذا انه يقولوا لي رد الكره ما يبغيش، الا وهذيك الكره كتمثل لي شي اهميه كبيره، الا وانه عمره ما شافها ولا ما عمره حتى لمسها وعارف راسو ما يحلمش تكون عنده مستقبلا يرجع لبلادو. الا خدينا اخواني هادشي بعين الاعتبار ممكن اننا نسمحوا لهم، وانسانيا ممكن اننا نتفاهموا هذا العجب اللي كنشوفوا اخواني اخواتي. ما يخص الكرات شوف راه ما كيمرقوش، ها انت هاد التصريح ديالهم ها كيفاش كيبرروا الشفره والسرقه ديال المعدات المغربيه من التيرانات الكبار في المغرب. اللي قال لك سرقناهم، الطاقم الفني لم يسرق الكره وانما اخذ الكره ليعينها لانها لا تطابق المعايير العالميه. المنظمين المغاربه كي شافوا باللي نقص في الكرات مشاو ديريكتومون يحوسوا الكرات وفيريفاو لي كاميرا باسكو خافوا على بالهم باللي الجيري راها مرقت باللي راهم يجيبوا لهم دي كرات غير صالحه للعب. انا كنشوفوا اخواني اخواتي هذا هو التبرير ديالهم الطفولي، بحال كدوي مع شي دري صغير العقل ديالهم على قد الحال. فمني كتبغي تحتج على شي كره كتهزها وكتديها للحكم، ماشي كدير تضربها في ميكا وكتدخلها معاك للفيستير. كنتي باغا تحتز الكره وديها للحكم قول لي هذه ما كتطابقش المعايير الدوليه وديك الساعه نبدلوها لك اسيدي ونجيبوا لك كره جديده. العذر ديالك سي منضادر ما كيدخلش للعقل. نكملوا اخواني شنو غادي يقول. كره غير صالحه للعب ولا تناسب المعايير العالميه. الوغ خافوا وداروا كونت خطه كم احنا سرقنا الكرات ومشاو يجريو وريكيبيراوهم وكاع، فهمتني؟ راهم يجيبوا لنا دي بالون تقول حجر
ما يصلحون ني لي باس ني لي روترات ني غيان دي تو. تلعب شغل بحجره في السطاد. الوغ مرق الطاقم الفني الجزائري مرق هاد العفسه اللي داروها لهم وداو هاد الكره باش يروحوا يعينوها، ولكن الطاقم المغربي واخا ندوزو لكم ديال الطاقم الفني ديالكم هز الكره باغي يحتج ويبين انها ما كتوافقش المعايير الافريقيه ولا العالميه. واخا الجمهور ديالكم علاش دا الكره؟ علاش دا الكره الجمهور ديالكم؟ ياك ما حتى هو باغي يحتج قدام السفاره، اشنو الدخل ديال الجمهور باش يدي كره؟ الا والسرقه كتنبع من الداخل ديالكم مربين عليها، هذيك ترابيكم. وهذا الشيء اللي كتحاولوا ديروه مع المغرب ومع السلطات المغربيه، السرقه في وضح النهار، وهذا الشيء اللي حاولتوا ديروه مع الصحراء المغربيه. راه شوها تبعوا معنا. دار لهم كي شغل قالبكم وحنا سرقناها. واش نسرقوا انورو جاي تهضروا على انورو؟ لو كان ما على بالكمش باللي ما فيهاش خطر وبياج، فهمتني؟ ما ديروش كاع هاد الهيول ولا وتحوسوا على هاد الكرات. انورو راحت سي بون سي با غاف. فهمت؟ انورو عندنا ما كيلعبش بها حتى الدري الصغير قدام الدار ديالو، وانت دابا الدفاع ديالك على هادو اللي سرقوا ما عرفتيش تدافع، كتدافع بالكذوب والبهتان والكذب وكتعطي حجج باطله. فعلى الاقل حشموا يا هاد الناس ومرقوا، والوجه ما عندوش. حنا باش تعرفوا رواحكم بلي كاين حاجه في هذيك الكره. والسلام عليكم. عملوها معانا والله بدون استثناء، بدون ما يعرفونا. اي موقف معرفين. احكي لك الموقف. احنا قاعدين على كافيه. احنا قاعدين على كافيه اتفضل مع نفسنا. الموقف ده تحكي واحد مغربي دخل بزوجته، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، دخل من غير ما يقول لنا حاجه، دفع لنا الحساب، دفع الحساب من غير ما يقول حاجه، من غير ما عارفين، مش عارف انكم مصريين ضيوف. الله مجرد ابني بس شافه بقول لي يا بابا ده تقريبا حاسب. بقول له مين اللي حاسب؟ قال لي الاخ المغربي اللي سلم علينا. قلت له طب خلي بالك بقى، لازم تروح تسال، لانه هو كان طالع بدون ما يقول لنا. لحقناه وهو طالع، سلمنا عليه وشكرناه. والله المغاربه شايليننا فوق راسهم. عارف بقول له ليه عليه؟ بقول له عشان ايه؟ عارف عليه؟ انتم مصر حبايبنا. الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله عز وجل. الحمد لله. سبحان الله، هادو هما الشيم ديال المغاربه اللي معروفه بهم عالميا. وهذا الشيء بطبيعه الحال علاش السياحه كيجيو من دول عالميه كيجيو يقلبوا على المغرب. علاش؟ ها اللي كيسول علاش، ها اللي كيقول لك المغرب شنو فيه كينافس عالميا في العدد ديال السياح. الشيم ديال المغاربه والقيم والاخلاق والتعامل. الا عرفناك بانك انسان مزيان، فراه المغاربه كيديروا معك احسن استقبال واحسن ضيافه. ولكن منك يعرفوك بانك كلب وما كتسواش بدون ديك الاسماء، راكم عارفين على من كنهضر. فبطبيعه الحال المعامله ديالك والتقدير ديالك كيكون مختلف على هذا الشيء. حيت المغاربه ناس مزيانين، ولكن انت ما تقدرش تركب عليهم. نكملوا يا اخواني الشهاده ديال هاد الناس. عموما بالاصاله عن نفسي وبالنيابه عن كل المصريين، لان مصر ايضا ويعني اشكر كل المغاربه الكرام واهل اكادير على ماهوش من الصدفه اللي صار في المغرب تحول كامل على امتداد تقريبا 15 عام. والنتائج تجيب المال، تجيب الفلوس، لانه كي نعطيك ارقام الجمعه هذه برك عادي، الجمعه هذه فما 3.5 مليون دولار دخلوا للجامعه الملكيه المغربيه، ضيف لهم 10.5 مليار على الترشح لكاس العالم، وضيف لهم 7 مليون دولار بالفوز بالبطوله العربيه، يعني تقريبا في اسبوع واحد 21 ولا 22 مليون دولار، هذوما ما يتجاوز ما يعادل 60 مليار من مليمتر. معاش اللهم بارك وزد في ذلك. ميزانيه ديال الدول كتدخل في مجال واحد اللي هو المجال الرياضي. اخواني اخواتي، فراه ثوره ونهضه عالميه وغير مسبوقه في المجال الرياضي كنشاهدوها في المغرب. ما عمر شي دوله افريقيه وصلت لهذا المستوى اللي واصلين ليه المغرب حاليا، وبشهاده الجميع. وراكم سمعتوا شحال ديال الدولار، تقريبا 60 مليار، اللي هي 60 مليون دولار. اخواني اخواتي، فراه ما يجمعها غير الفم. وغادي ينتعش عندنا بطبيعه الحال الصندوق ديال العمله الصعبه، ويتحلوا بزاف ديال المشاكل. الناس اللي كيقول لك الكره ما عندها حتى شي فائده، عاد بغض النظر على السياح اللي غادي يكثروا، فالحمد لله. والله يزيدنا، والله يبعد علينا الحساد. نكملوا يا اخواني الشهاده ديال هذا الاخلاق. تقارن المغرب بالدول الافريقيه، مع كامل احتراماتي للدول الكل، اما كلام الحق يلزم يتقال. المغرب هربت وتطورت من روحها وبعدت برشا على الدول الافريقيه، مع كامل احتراماتي للناس الكل. هذا كلام الحق ويلزمنا نقولوه. المغرب في قام والدول الافريقيه في قام اخرى. تذكروا كلامي، باش يجي نهار والدول الاوروبيه باش تقول لك ان شاء الله نكونوا ونوليو كيما المغرب. تذكروا كلامي يا رجال. هذه حاجه باهيه اليوم، هما ما حاجه خايبه لنا احنا.
راهم كيقولوها دابا، راه كلشي كيتمنى انه يكون بحال المغرب، والدليل هو ان الفيديوهات اللي شفناهم كلهم في هذا الصدد. هذا السيد ربما ما مطالعش وما كيشوفش المنابر الاعلاميه سواء المصريه الجزائريه التونسيه اش كيقولوا على المغرب، فراه انبهار تام. وهاد الكلمه اللي قلتي بان العرب غادي يوليو يتمناو انهم يكونوا بحال المغرب، رانا كنعيشوها يا اخواني اخواتي. طوروا من البنيه التحتيه نتاعهم، مطارات اتعملت، كياسات اتعملت، محطات اتعملت، مطارات اتعملت، يعني حاجات باهيه. هذو مغزر هما يطوروا، قاعدين يطوروا ويقدموا، والدول الافريقيه ماشيه وتوخر خويا. مع كامل احتراماتي للدول الكل، ما هذه حقيقه ويلزمها تتقال. ان شاء الله خويا نوليو كيفهم، ان شاء الله نوليو كيفهم ان شاء الله. ولكن خاص الخدمه وخاص الرغبه وخاص النزاهه، مسؤولين نزيهين، وهذا الشيء اللي تجلى في الهيكل ديال الوزاره ديال الشباب والرياضه المغربيه. وبطبيعه الحال ولينا كنشوفوا النتائج على مستوى الاقتصاد المغربي. ولكن باش توصلوا لهذا المستوى فراه خدمه، وحنا بطبيعه الحال كنتمنوا لاي واحد باش يوصل لهذا الشيء. كيف ما نبغيو روسنا الخير كنبغيو الناس الاخرين، ولكن بطبيعه الحال المغرب بطبيعه الحال غيبقى في مستوى اخر. لو وصلتوا نتوما لهذا المستوى فغتلقى بطبيعه الحال المغرب زاد هرب، وهذا الشيء اللي كان كيوقع في الدول الاوروبيه سابقا. يعني حنا اخواني اخواتي كنعيشوا نهضه في بزاف ديال الميادين. كمل. تقام مباراة الجزائر، ذكرنا احنا 20 مرة مباراة منتخب الجزائر مع الكونغو في ملعب مولاي الحسن في الرباط، نفس الملعب. مصر في أكادير نفس الملعب، المغرب نفس الملعب في مولاي عبد الله. المنتخب الجزائري في ملعب مولاي الحسن. العالم الآخر ما يكتب مولاي الحسن، ما يذكر اسم الملعب ولا يذكر اسم المنطقة. صحيح. لو ذكر لا مشكلة بالنسبة له، ما يقدر. عقد نفسية، وهذا طبعا نقص. امور اسهل من كده هذا نقص. والناس استقبلوكم احسن استقبال. استقبلوكم، موضوع لازم نتجاوز، وعطوكم وسكنوكم في احلى فندق ونقل وملاعب وخدمة 5 ستار. حشومه يا اخواني اخواتي، وجهكم يوصل لهذا المستوى عند العرب والناس يتكلموا عليكم بهذه الطريقه. انا كنت في بلاصتكم كنت غبرت، كنت تخبيت وما نبقاش نبان، ما نبقاش ندوي في شي حاجه سميتها السياسه الدبلوماسيه. فحشموا ومرقوا شويه. فهزيمه نكراء حاليا كيتعرض عليها السياسي الجزائري امام السياسي والمسؤول المغربي. اعلاميا خسرتوا، سياسيا خسرتوا، اقتصاديا خاسرين، اجتماعيا ماشي غير خاسرين. احنا شفنا كيفاش كتشفروا الكرات من التيرانات. كل شيء عاق بيكم. باش توصل الشوهه ديالكم حتى للخليج، وفين بغيتوها توصل اكثر من هذا الشيء؟ الفضاء. حشومه يا اخواني اخواتي. ولكن المقابل من العالم وجهة نظر عبد الله، للاسف وجهة نظري الرياضه تقرب. انا اتحدى تكتب مولاي الحسن، اتحدى تكتب اسم الملعب او المدينه، اتحدى والله ما تكتبها ولا تذكرها على الهواء مباشره. يا رجل انت شليت العلم، شليت الكلمه، مالي فراغ. شو هذا؟ احنا وين وصلنا؟ هذا التبرهيش، الاعمال الطفوليه، وما عندها حتى شي علاقه بالسياسه، وما عندهاش علاقه بدوله. مرقوا شويه. ما يصح الكلام ده يعني. لكن شي الرياضه تصلح ما تفسده السياسه. بالضبط يعني بالضبط. نعم صحيح. واحنا كلنا خلاص يعني اصولا نتجاوز في زمن صعب، اصولا الناس تقرب وجهات النظر لبعض ونتجاوز كل الخلافات دي. نعم اكيد. المغرب قامت بالدور اللي عليها وما عملتش تفرقه. المغرب استقبلت كل الناس سواسيه باحسن ما يكون وعلى اعلى مستوى. اصولا رد الجميل. نعم اكيد. اللي هو اصولا على الاقل شكر الناس اللي هي رحبت بيك. يعني شكون هذيك الشيء؟ ما يقدروش هادو اخلاق الملوك. باش يكون عندك اخلاق وقيم الملوك فراك خاصك تكون مغربي. ما يقدروش يوصلوا لهذا المستوى ولو حاولوا. الجزائر والكونغو ها علاش تشجع؟ وما نشجعوا الكونغو في 2019، انا نشجع الكونغو في 2026 حيت الماتش غيكون في 2026. انا نشجع الكونغو، انا مع الاشقاء الكونغوليين والسينيغاليين والكوت ديفواريين. هادو خوتي كيقاسموني نفس الشعور. ما كتقاسمنيش نفس الشعور. الكونغو سبحان الله العظيم، شي البزين فاش كيجي فيك الصمته كدور، الصمته فيها واحد البزين. شوف دابا الكره كيكون شي البزين شي البزين ديال الصمته هو دار في كوت ديفوار. داز حنا دزنا المطب ديال الكونغو، ها هي جاتك الكونغو. عرفتوا يا اخواني اخواتي على هذه الكماره هذه كيفاش لبس بحال هكا في البرنامج ديالهم وكيشجع الكونغو وكيشجع قال لك ها هو دابس وقيله التوني ديال الكونغو. اخواني اخواتي فاش سولوه طرحوا عليه السؤال واش غادي تشجع المغرب ولا الكونغو في 2019 في كاس افريقيا، قال لهم بطبيعه الحال الكونغو. ولا ما شجعت الا كان المغرب لاعب مع والو انا غادي نشجع والو. ايوا حتى حنا اخواني اخواتي من هذا المنبر عاشت الكونغو، وان شاء الله الماتش ضد الجزائر فاحنا كلنا كونغوليين. هذيك الكونغو ديال هذه الكونغو قوه من 2019.
عرفتي كونغو في الكسيده ديالك كتقلبها واش تخلبو كترجع كتشبع كونغو ولا درباسك كتقلب خصك تدفعو والله كتبقاش كتقلب هذا تيهز وتيدير مع رجلي والله بلاتي عليك ولكن لا تقف ولاد عتيقة، سير تعطيهم ماتي والحلوى. طاقم ديال الجزائر في المباراة ديال اليوم خلق يدور في التيران مولاي الحسن تلقاو حفرة. واش من حفرة صغيرة وجابوا المسؤول قالوا لي حقا ما حقا، هذا الشيء غادي يعكل اللعابة. شو اخواني اخواتي، واش عمركم شفتوا هذا الشيء في شي بلاد ولا في شي تظاهرة رياضية؟ عمركم شفتوا هذا العجب؟ شي واحد من الطاقم ديال شي بلاد مشى للتيران وجالس كيقلب على الحفاري. هذا الشيء راه كتشوفوه غير في هذه البلاد. كمية الامراض النفسية ما عمرك تشوفهم في شي بلاصة. دابا هذا مستوى، غيقول لي واش هذا مستوى عالمي ونقول له تقاضي بعد هذا مستوى قاري دابا. لا حول ولا قوة الا بالله. شوف الصور ونعلق عليها بشكل سريع ومختصر. هذا ملعب طنجة الكبير، واحد من الملاعب الجميلة، والله ملعب عالمي تبارك الله. يطل عليكم من عروس الشمال طنجة ومدراك ما طنجة. ملعب طنجة يرحب بالمنتخبات اللي تلعب في هذه المدينة الجميلة طنجة الشمال. عروس الشمال هذا اللي شفناه من وحي الخيال، يعني شيء راقي. زين كيف واحد يقدر ينتقد هذا يعني والله انا ما مستغرب. يعني انت من تجي عندك الجرأة ما استحيت يعني؟ هل والله لا يا اخواني يا اخواتي، هذا هو الكلام اللي كنت كنقول لكم. واش هاد الناس ما مرقوش وراه خاصهم يتخباو ويخشيو راسهم في التراب بحال شي نعام، يتخباو ملي كيشوفوا هاد الانجازات ديال المغرب. شوف الناس كيفاش كيتباهاو بالانجازات ديالنا وفرحانين لينا، حيت بطبيعه الحال ما عندهمش بغض وتا هما خدامين البلادات ديالهم. ها القطريين، ها البحرين، ها الاردن، ها السعوديه، ناس خدامه على بلادها. فاللي كتلقاه عنده نقص هو الفاشل بطبيعه الحال، هو اللي ما كيحملكش تحقق شي انجاز ولا تفوتو ولا اخواني واخواتي، هاد الناس وهاد الاعلاميين مازال ما شافوش التيرانات اللي غادي يكونوا في كاس العالم. فاخواني اخواتي، كاس العالم اللي غتنظم في 2030، تخيلوا معايا لدرجه غادي يكون تيران في الحاجب، مدينه صغيره زوينه بطبيعه الحال، تحيه للناس ديالها، ولكن مدينه صغيره حتى هي غادي تستافد من الملاعب. فالحمد لله اخواني اخواتي. يعني واحد ما يستحي ينتقد هذا الملعب الرائع. شوف كيف، شوف الخضار، هذه في طنجة ايقونه. نعم. طنجة ايقونه، شوف ايقونه، يعني والله ملعب ساحر. نعم صحيح. زين يعني والله تحس انت تتمنى ترجع، يعني يمكن ترجع الى شبابك حتى تلعب في هذا الملعب. تتمنى تلعب في هذا الملعب طبعا. فهذا يعني شيء راقي جدا، المفروض يحصلون على الدعم ويحصلون على اكيد طبعا. حتى المشجعين في مدينة طنجة التنقل فيها سهل، ترى من البحر للمدينة القديمة للرميلات لأعلى المطعم اللي فوق اللي يسوي اللحم ولا الشوي، لا التنقل سهل، 5 دقائق 10 دقائق بس السيارة بالمشي، الأمور طيبة يعني. شوفوا شنو قال الإعلام الدولي على كأس إفريقيا. الحمد لله إخواني وأخواتي اللي عشنا وشفنا بأن الناس كيمشيو مع الحق بطبيعة الحال، وكيعرفوا شكون البلد المظلوم وشكون اللي باغي ياخذ ليه السيادة وشكون اللي عينيه فيهم الانتقام والبغض والحقد. راه كل شيء باين وكل شيء عاقبين. هي المنظمة في المغرب الأرقام كلها تحطمت تنظيميا جماهيريا والبنية التحتية، مع العلم أن كأس إفريقيا في بدايتها. شوفوا مسؤول في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يؤكد أن الإقبال على تذاكر البطولة يسير بوتيرة غير مسبوقة في تاريخ البطولة، في مؤشر واضح على الاهتمام العالمي المتزايد بهذه النسخة. فبيع التذاكر لا يقتصر على إفريقيا، بل يمتد إلى جماهير من مختلف القارات، ما يعكس الثقة الكبيرة في قدرة المغرب على تنظيم نسخة استثنائية. بطبيعة الحال يا إخواني أخواتي، وهذا غير مثال مصغر جدا على النسخة اللي غادي تكون عالمية بطبيعة الحال في 2030. فديك الساعة غادي ننافسوا البرتغال وإسبانيا، وما غيبقاش عندنا منافس صغير تا هو مدخل حاشر أنفه معانا. فبطبيعة الحال عمي تبون تا هو قال لك باغي يصاوبوا ويشيد ملاعب أخرى في المدن الصغيرة ديالو، وباغي يدير بحال المغرب ويقلد النموذج المغربي. غادي نشوفوا واش غادي يقدر يدير هذا المستوى اللي وصل ليه المغرب. لدرجه اخواني اخواتي غادي يسحبوا كاس افريقيا 2028 من الدوله اللي كانت ممكن تنظمه، وغادي يعاودوا ينظموه في المغرب. فهذه هي الفكره اللي عند الكاف حاليا، وبطبيعه الحال ملي كتكون الكاف عنده هذه الفكره الا والمغرب هرب يا اخوان. اللافت أن الجماهير المغربية تتصدر قائمة الأكثر اقتناء للتذاكر، تليها فرنسا ثم المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا
وألمانيا وكندا وسويسرا، إضافة إلى تونس والجزائر والولايات المتحدة، في صورة تعكس حضور الجاليات الإفريقية ومحبي الكرة الإفريقية عالميا. ماليا تجاوزت مداخيل التذاكر بالفعل 11 مليون دولار في نسخة كوت ديفوار بعد انتهائها، غير أن مسؤولين في الكاف كشفوا أن كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025 تجاوزت بالفعل هذا الرقم، رغم أن عملية البيع لا تزال متواصلة. مع إخواني أخواتي، غير في دور المجموعات بالنسبة للتذاكر فهي تضاهي بمراحل المداخيل ديال جنوب افريقيا ولا عفوا ديال كوت ديفوار النسخه اللي فاتت في كاس افريقيا، وهذا الشيء مازال ما تلعب لا الدور 16 لا الربع لا نصف النهائي لا النهايه. فواش كاين شي نجاح اكثر من هذا الشيء؟ انا لا بان لكم شي نجاح اخر كيضاهي هذه النجاحات فعلموني شنو هو البلاد الافريقي اللي وصل لهذا الشيء حتى اليوم، ورغم ان البطوله لا تزال في بدايتها. إذن هكذا يتجاوز المغرب التوقعات، محولا شغف الجماهير إلى ثورة أرقام غير مسبوقة تليق بعظمة ومستقبل الكرة الإفريقية، تحصد الأرقام وتكسب الرهان جماهيريا وتسويقيا. هكذا تكتب بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025 قصة اقتصادية موازية للأخبار الاقتصادية من حولنا. الحمد لله إخواني أخواتي، فأخبار على المغرب ديالنا والبلاد ديالنا تقشعر لها البدن إخواني أخواتي. وبطبيعة الحال حنا ما كنبنيوش الإنجازات ديالنا على السرقة، وما كنطمعوش في المنشآت ديال بلدان أخرى، وما كنديوش لهم الكواري، وما كنشفروش المعدات ديالهم. فاحنا داكشي كنبنيوه بكتافنا وبالخدمة ديالنا. وتحية لكم أنكم تبعتوا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. العالم